انا يوسف التهامي العمود. كلنا اكيد متابعين النوش اللي بيحصل قبل كاس العالم بخصوص موضوع الشذوذ الجنسي، ودول اوروبيه كتير عماله تعترض على سياسه الدوله المنظمه عشان بتمنع الترويج للموضوع ده في بلدها. طب ما اللي عاجبه ما يجيش. طب سؤال، ليه الدول الاوروبيه المتحضره مش عايزه تدينا حق الرفض زي ما بيدوا لنفسهم حق القبول؟ قال لها مش ده الف ب حريه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ طب ليه اما اللعيبه بتجيب سيره فلسطين بتقولوا بلاش تخلطوا الكوره بالسياسه، بس انتوا تجيبوا سيره اوكرانيا عادي؟ عموما الالمان عملوا فيها روشين وحاولوا يثبتوا موقفهم بان هم يتصوروا هم حاطين ايديهم على بقهم عشان يبينوا قد ايه هم مقموعين قبل ماتشهم مع اليابان، مع ان انا والله كنت شايف ان واقعي اكتر ان هم يحطوا ايديهم في حته ثانيه. المهم الماتش ابتدى والمانيا جابت جول، راحت اليابان الشوط الثاني لباهم جولين وخلصوا الماتش على كده، ودي اخره النجاسه. ومن هنا ظهر شويه افيهات بسطتنا كلنا حتى لو بايخ برضه هنضحك. اسمع دي، بيقول لك مره 4 المان دخلوا قهوه ما لقوش غير كرسي واحد قلبوه قعدوا عليه. مره لعيب الماني راح يرفع الكورنر قعد على الراي. جايزه رجل المباراه خدها اكيد لعيب من اليابان عشان منتخب المانيا ما فيهوش رجاله. ما كان بس المانيا عايزه كاس العالم اللي جاي يتلعب في السودان عشان يلعبوا في الخرطوم. عايز عربيه تركبها وتتكيف خليك في الالماني. بيقول لك نوير الوحيد هو اللي روح بيته بعد الماتش مبسوط. عارف ليه؟ عشان دخل فيه 2. وغيرها من افيهات ثانيه كتير عجبتنا حتى لو دمها تقيل، بس برضه هنضحك. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر افيه قلتوه او شفتوه على النت بخصوص الموضوع ده.